السلام عليكم. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه واقعيه، يعني انا متاكده مليون في المية لان هذه اللي عاوداتها كانت كتجي لراجل اختي، يعني اختي اللي عاوداتها ليا. وهاد الانسانه هذه انا متاكده دغري. المهم ندخلوا في صلب الموضوع. هاد السيده كتعاود تقول لك انا من الجوايه ديال المنطقه تاونات، يعني كانت ترباتو. مهم عندي علاقة حب مع واحد السيد في النواحي، كنمشي نسقي كنمشي نقرا. الحب من اول نظرة، عشنا واحد العلاقة رومانسية هوليودية ما طيح لكمش على البال، حب جنوني. المهم هاد السيد هذا كتب اقدار، قرا كمل قرايته خارج المدينة، كان كيجي كنتلاقاو تيقول لي فوقاش غير نترسم باش نجي نخطبك، وهذاك هو النهار البيض ديالي. المهم جا السيد الساقر، جا صافي الدوار. انا كنت كنعشقو، هو كان كيحماق عليا، عمري ما سمعت منه كلمه العيب. المهم جا خطبني، عائلته كانوا رافضين وشيئا ما عائلتي والو. وقفنا قدامهم قلنا لهم شوفوا، يا اما غادي نتزوجوا ولا غنتزوجوا راسنا ولا غنديروا فيه شي حاجه في راسنا اللي ما تعجبكمش. طبيعه الحال العائله كانوا هكاك متفاهمين. شوفوا السيد كيبغيني، هما بحال كان عندهم شي مشاكل. كتعرفوا تيقول كيديروها الكبار ويحلوا فيها الصغار، هذيك تيقولوا كيديروا فيها الصغار يديروها الصغار ويحلوا فيها الكبار. حنا لا، هما بيناتهم وحنا بغاو يحرمونا. انا ما ممكنش نتنازل على الحب لحياتي وكذلك مثال. المهم حنا درنا العرس، تزوجنا. اش غنقول لكم، شهر العسل معارف عليه كيكون شهر. انا وراجلي اش غنقول لكم، انا دوزت معاه بحال قلتو 10 سنين ديال الحب، 10 سنين كلها حب وود. بحال النهار الاول اللي تلاقيت وشفتو عجبني، بحال النهار الثاني. سبحان الله علاقتنا بحال تقول ما فيهاش الملال وغرام. كتعرف شي واحد تيكون زوين بزاف تيقول هذا ولد الاخره ماشي ولد الدنيا، كيكون وافي، يعني كيبان كثر من عمره. هكا العلاقه ديالنا. المهم راجلي عمره ما قال لي حتى كلمه اح، وانا كذلك مثال كنبادل الحب والاحترام. انا اللي يهزني فوق راسو انا نطيرو نديرو حتى فوق راسي. المهم راجلي الحب والود والطيبه ناض. صافي هو استقر، جاب الفلوس، دار واحد المشارع صغير ولا كيفلح في الارض ديالو. انا بغيت راجلي يبقى حدايا ولاقيه رحت في داك الدوار. المهم راجلي عطاو عائلته واحد طرف الارض كبير، بنينا فيها دارنا، صلحناها قاديناها، درنا لها الفايونس، الفينيسيون مخير، بحال دار في مدينه وهي في عروبيه. واحد الارض كان متنازع عليها، يعني بحال قلتي فيها شي مشكل طفيف. واحد الدري تما كيجي كيزرع، راجلي يهضر معاه مره جوج ثلاثه، ما بقاش كيحشم ولا كيخص الهضره. واحد المره راجلي عيت من شدو، قلت له صافي خلي عليك الزمر، الله يتبعو البلا، خليه اللي كيدير شي عيب كيديرو في راسو. ناض بدا كيخص الهضره، راجلي ما عجبوش الحال. وراجلي تبارك الله كان صحيح وقوي وقلده. المهم شدو عطاه السلخاد العصا. هو هذاك خينا ما كانش كيصحاب ليه راجل غيدقدقو، كان كيقول غيميك عليا، ولا هو كيصحاب له العاره هي تخسر الهضره. المهم دقدقو دقديقه. الصراحه انا ما عجبنيش الحال، انا ما بغيتش ندخل في مشاكل، خصوصا راجل واحد الانسان طيب ما كنبغيش ليه المشاكل. ولكن بعض المرات الظروف كتحطك مع شي حيوانات الا انت ما خديتيش حقك بيدك كيصحاب لهم كتخاف منهم. واخا انا كنت ضد الفكره. المهم عطاها العصا، قتل هاد العصا ما خلى فيه غير اللي ينسى، حيت هو ما كيحشمش وكيمتهجم على ممتلكات الغير. كيشد الارض ديالنا، قال لك لا حق عمو باعها بلا ما يقولها، وحنا مالنا، حيت الارض ديال اللي عطاوها له عائلته بحال قلتو عمو حقو باعوه وقال لك لا تا هو كيسالو فيه. المهم ما عليناش، دازت واحد المده غبر هاد الولد هاد السقوط هذا اللي كان كيخسر الهضره وكيدير المشاكل فيه غير اللسان. المهم كيما كيقولوا اللسان ماضي والدرع قاضي. دازت مده، واحد المره راجلي داك النهار خليته كان في الضليله كيسقي، كينقش داك الفلفله والدنجال وداك الشيء بحال ديما. انا كنسمع الغوات وقلبي سبحان الله بحال تقبض، كنسمع صوت داك المنحوس. راجلي كنسمع غوت غوته وحده انا لحد داكشي اللي في يدي مشيت كنجري، لقيتو غارق دمايات، واللي ضرب له الموس ضربوا الكلوه. شكون بان لي داك المسخوط كيجري،
هذاك اللي كلا العصا ما بردات لي حتى نتاقم، وماشي جاب على الاقل شي حد يعطيه العصا، لا هو جا قاصدو قتلو غدرو. انا عارفه ما يغلبش راجلي كيشدو غير بصبع واحد وكيدوخو، هو بقات فيه الشمسه. المهم شنقول لكم، مور الموت ديال راجلي ولات حياتي جحيم، ما عندها حتى مذاق. وليت كنتمنى نموت. عندي البنت كبيره وعندي الولد صغير، البنت كانت عندها شي 8 سنين، الولد عنده شي 5 سنين. صراحه نقول لكم وليت مدمره. داك المسخوط تقبط داوه، بقى طلع هبط تحكم بالمؤبد، ولكن ما بردات لياش. شنو الفايده ديالي حتى لا قطعوه؟ انا راجلي ما يتعوضش. ماشي كنقول هاد الهضره حيت كنت مجوجه بيه، انا باقا مجوجه بيه، ماشي كنت مجوجه بيه، واخا مشات الجسد ديالو الروح ديالو باقا معايا. دوزت واحد الفتره صعيبه، وليت بحال شويه مخطوفه في عقلي، ما بقاتش هي هذيك. وليت كندخل خرج في الهضره، داني با عند الرقات، عند هذا عند هذا عند هذا. ولادي وليت سابحه فيهم، ما بقيتش عاقله على راسي، وليت كنخرج بالحفا كنهرب لهم في الليل. المهم ربي جاب النتيجه، رجعت للوعي ديالي وقررت ما نبقاش ديك البلاد. قررت نجي لسلا نسكن حدا عمي ولد عمي. اقترحوا عليا بحيت ديك البلاصه كلها كتفكرني غير في راجلي، وكنبقى نبكي وحازنه بزاف. المهم انا جيت للدار جديده، واحد النهار كانت في الضو كنتشهد صافي كنعس عليا يدي اليمين، وانا يوقف عليا داكشي. شكون؟ راجلي. وقف وليت كنحكي عيني تنقول لا غير الهلواسات لا غير باكو. ما نكذبش عليكم، معانا دخلت في ديك العقده. وليت تنقول صافي غير انا كنتخايل كيجيب لي الله. راجلي جا جلس معايا، ماشي شبح، راه كنقيسو هكا كنقول لكم. توحشتو ما تقتش. ومهم عشنا لحظات، بدا كيعنقني ملي كنبوسو، درنا علاقه جنسيه حقيقيه. ولا كيزورني انا ملي كيمشي تنقول ياك ما غير شي خيال، غير كنتخايل. واحد النهار تزيرت ما بقى لي لا ريال لا جوج، وليت كنسرط البيض. واخا كيتعاونوا معايا عائلتي. في سلا كنت شريت دار وبقعه بحال قلت مبنيه وكملتها. جا عندي راجلي قال لي شوفي الا تزيرتي وتحسرتي، راه قبل ما نموت راه سلفت خويا واحد الثمن كذا، وكانت 3 المليون 3 مليون سنتيم اللي هي 30,000 درهم. قال لي سيري عنده. ملي مشيت عند لوسينا قلت واقيلا راه كنتخايل. انا مشيت عنده قلت له ديك الامانه اللي عطاك راجلي قبل ما يموت ما رديتيه. وجهو تلون وبدا كيسرط في البيض، وهو كيسحاب لهم في خبارش بغى يستغل الموت، وفعلا عطاها ليا. تما عرفت بلي راجلي فعلا هو اللي كيزورني. المساله حقيقيه، حيت انا هادشي ديال الغيبيات كنعرف الانسان كندفنوه، كيمشي عند الله ما كنعرفو حتى شنو غيوقع. الصراحه انا ربي شاف من جهتي، شافني. الا ما نقدرش نعيش مور راجلي، الا عشت بوحدي شنقول لكم نقدر نتحطم، نقدر غير بوحدي نولي بحال ديك الورقه اللي كتدبال واللي كضربها الشمس تقطعات. يعني شنقول لكم سبحان الله كيوقعوا شي حوايج في الدنيا غريبين وعجابين وصعيب على العقل يتقبلها. ولكن هاد الحاله هادي انا راه عشتها شخصيا. كما قلت لكم راجلي كيجي لحم ودم، ما كيجيش كصوره شبح، كيوقف عليا هكا يعني كيبات معايا وكيعنقني حتى كيمشي بحالو، وكيديروا العلاقه يعني العلاقه الجنسيه. هادشي غريب وعجيب. وفي الاول كما قلت لكم انا كنقول غير كنتخايل، ولكن مين نعت لي على الفلوس اللي كيتسالهم وقال لي فلان فلاني والمبلغ، انا كنت نتسنى فلان نقول له عطيني الفلوس يقول لي اين فلوس الله ودي، ولكن ما عطاهم ليا. الصراحه شنقول لكم هادشي هذا غريب. الحمد لله ربي وقف معايا، وراجل دابا راه باقي كيزورني وعايشه معاه كزوج وزوجه. والله يحفظكم والله يخليكم. بسلام عليكم.